السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم، ألف مرحبا. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم هاد الحريشة البلدية، حريشة خماسية، حريشة بحجم عائلي. وكيف كتشوفوا الموس كيهبط في هاد الحرشة بسهولة، كتجي رطبة وكتجي فتية كتذوب في الفم. بطبيعة الحال إلا تبعتوا طريقة التحضير والمقادير كيف كتشوفوا الاخوات، غادي نقطع هاد الطريف هذا باش تشوفوه معايا كيفاش كتجي، لا من التحت ولا من الفوق ولا من الداخل، كتجي مفركه ومهويه. غير عطيوها الخاطر، اي حاجه كنعطيوها الخاطر وكنصايبوها من قلبنا كونوا اكيدين راها كتصدق 100%. بالنسبه لي انا هنا في هاد الخشبه هذه راه كتشوفوا مني هزيت الحرشه بقى داك الطريف ديال الكلينكس او البابي كويزين، ولا فرشوا لها شويه شي منديل تحت منها باش ما تعرق لكمش وتفزق. ضروري ديروا هاد العمليه هذه، درتوها في الطبسيل اولا درتوها في الخشبه ديريكت، ضروري ديروا لها هذيك شي منديل شي زويف تحت منها اولا البابي كويزين ولا شي حاجه باش ما تعرقش. وهنا الاخوات غنمشي معكم لطريقه التحضير والمقادير، وهذه هي البلبوله اللي غنشارك معكم. هاد البلبوله الخماسيه راها صحيه. علاش كيقولوا لها البلبوله الخماسيه؟ حيت فيها البلبوله ديال الشعير البلديه، وفيها الذره، وفيها القمح، وفيها على ما اظن لسان الطير وشي حاجه اخرى فيها. المهمه للاخوات والاخوان، حاولوا هي غادي تبان لكم وديروا لها زوميوها، ديروا لها سكرين وقربوا الصوره عندكم، راه غادي تعرفوا هذوك الاعشاب اكيد. هنا الاخوات خديت هاد البانيو او اناء، درت فيه جوج ديال الكيسان ديال هاد البلبوله الخماسيه، جوج ديال الكيسان ديال الشاي او كيسان ديال العنبه اللي معروفين عند المغاربه كاملين. غادي نديها تحت الروبيني وغادي نغسلها مزيان 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 تيحيد منها داك النشا، وغادي نصفيها. عطيوها الاخوات الوقت وعطيوها الخاطر وكونوا اكيدين راه غادي تنجح معكم 100%. ونتمنى مشاهدة الفيديو من الأول حتى الأخير فضلا وليس أمرا، ورحمة الوالدين جزاكم الله كل خير. هنا بعد ما نشفات مزيان حتى نشفات ليا في داك الغربال أو الشبكة، وعاد قلبتها في هاد الإناء، وغادي ندير ليها 4 ديال الكيسان ديال الماء غليان. الماء غليان كيف تنقولوا بحال اللي كنعمرو اتاي، يعني الماء طالق سبوله. وإلا خفتوا الماء لا يبقى يحرقكم في الكاس، حيت انا فاش كنت كنهز بالكاس صراحه راه الكاس سخون ما غاديش تقدروا تحكموا فيه. عبروا 4 ديال الكيسان، ديروهم في كاسرونه ولا في مقراج وديروهم يغلاو حتى يطيب الماء بحال اللي غادي تعمروا به اتاي. ومن بعد غادي تكبوه على هاد البلبوله هذه الخماسيه، وغادي تغطيوه وغادي تخليوه تقريبا على الاقل واحد 6 ساعات حتى ل7 ساعات، لان هاد البلبوله قاصحه شويه حيت فيها بزاف ديال مثلا لسان الطير مثلا الذراء ما كيبغيوش يفزقوا دغيا. ولكن الا عطيتوها الخاطر كونوا على يقين راه غادي تطلع معكم هاد الحريشه من داكشي رفيع، والنتيجه راكم شفتوها في البدايه وغادي تشوفوها في النهايه ان شاء الله. صافي، وانايا درتو هنايا، هذا درتو في العشيه حيت هاد الحرشه درتها باش نوجدها للصباح. ديروها في العشيه الا غتفطروا بها، ولا غديروا بها الكوتي ديروها في الصباح باش طيبوها للعشيه. صافي، هنا بعد ما دازت تقريبا 6 ساعات حتى ل 8 ساعات، صفيتها من واحد شويه ديال الماء كان بقى فيها، ودرت ليها هذيك الساشيه ديال الفاني والساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، شويه ديال الملح عينكم ميزانكم. كاينين الناس اللي ما تيبغيوش الحاجه تكون شويه بنينه، ومن الاحسن هاد الحرشه راه كتجي حلوه كتجي زوينه كتجي عاطيه ديك المذاق ديالها. وهنا عندي هاد المعلقه صغيره ديال العسل، في عوض سنيده درت العسل، واختياريه الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. وها نتوما كتشوفوا الاخوات والاخوان هنا ملي خلطت هذاك الفانيا مع الخميره مع مليحه. هنا غادي ندير كاس لاروب ديال زيت الزيتون او زيت البلديه. الا ما كانش ديروا زيت المائده،
وهنا غادي ناخد 2 ديال الكيسان ديال سميده د الحرشه، والكاس الثالث راه ما عامرش، يعني 3 د الكيسان في المجموع ما عامرينش. وغادي نخلط ب2 ديال الكيسان ديال الماء، لا اقل ولا اكثر. 2 د الكيسان ما تفوتوهمش، ديروا هذا القياس على حسابي انا، غادي تحصلوا على واحد النتيجه رائعه. ومن بعد ما خلطت غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز اللي هي ضروريه في هذه الحرشه هذه. ها هي معلقه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخلط الخليط وغادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق تقريبا ولا 8 ديال الدقائق، ما تخليوهاش بزاف، غير بيد ما شدات لينا هذيك السميده مع الحرشه. وعجنوها بيديكم، ما تخافوش تقولوا راه غتجي معجنه، لان نهائيا ما كتجيش معجنه. صافي من بعد ما خليتها كتشرب، دزت خديت المقله ديال الحرشه، مقله ثقيله، ضروري تكون عندكم مقله ثقيله. دهنتها بشويه ديال الزبده، رشيت عليها شويه ديال سميده البلبوله والسميده ديال الحرشه. وها نتوما كتشوفوا هنا راه قرصت الحرشه، وكندوز عليها بهاد الاله هذه، كنبرك عليها دوك الصبيعات باش ما يبقاوش معلمين لينا في الحرشه. كتعرفوا الحرشه الا ما جاش الوجه ديالها مقاد، ملي كتقلبوها وكطيب من تحت كيبقاو معلمين دوك الصبعان. وهنا فين كتبان لكم الحرشه باش كتجي النتيجه ديالها زوينه، ديروا لها هذه العمليه هذه. الا ما عندكمش هذه العمليه ديروها بمعلقه عادي جدا، ولا شي موس يكون عريض، ولا شي حاجه باش كتقلبوا نيت الحرشه، وغادي تدوزوا عليها بحال هكاك باش كيجي الوجه ديالها مقاد. والعافيه تكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده وما تكونش العافيه ناقصه باش ما تجيكمش عاوتاني قاصحه، تكون العافيه عاديه. هنا راه كندورها بشويه بشويه حتى تشد راسها، وعاد نقلبها المره الثانيه. هنا راه قلبتها المره الثانيه، وهانتوما كتشوفوا الاخوات واخا هكاك ديك الاله شي شويه واحد الجنب ما قصتوش، يعني ضروري تدوزوا عليها بشي حاجه هكا في الوجه ديالها باش ملي كتقلبوها راه كتجي مقاده. وعاد راه التصوير ما عطيش حقها، راه هاد الحرشه جات ولا اروع. هانتوما الاخوات، هانتوما راه كيف ما شفتوا في الاول، غادي نقطع معكم واحد الطريف وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديالها. وكنتمنى الاخوات والاخوان الا وصلتوا حتى لهنا شي تعليق زوين ولي لايك، جزاكم الله كل خير، فضلا وليس امرا طبيعه الحال. وما تنساوش رحمه الوالدين، واللي عنده والديه الله يخليهم له، واللي ماتوا الله يرحمهم له. وهذا مكان الاخوات والاخوان، وهنا غنقول لكم مع السلامه، وشكرا لكم على المشاهده.